بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال ان شاء الله. النهارده هنعمل فكره بسيطه قوي، اتمنى ان شاء الله ان هي تعجبكم. يلا مع بعض نشوف الفكره دي عملتها ازاي. جبت بيضتين زي ما احنا شايفين كده، وهبدا افتح البيض بالراحه علشان عايزه افصل الصفار عن البياض بتاع البيضه. سمي كده بسم الله بالراحه اهي. انا يهمني قوي ان الصفار بتاع البيضه ما يتفتحش، يعني على قد ما تقدري لما تيجي تفصلي البيضه عن الصفار، صفار البيضه يبقى في الغلاف بتاعه زي ما هو، لان الصفار ده هو اللي بيسبب ريحه الزفاره اللي بتبقى موجوده في البيض، فلازم تاخدي بالك قوي على قد ما تقدري ان ما تفتحش معاكي. دي كوبايه ستانلس احط فيها صفار البيض. لو ما عندكيش كوبايه زي دي حط في كوبايه شاي عادي خالص، مفيش اي مشكله. البيضه التانية برضه هعملها بنفس الطريقه كده. خلاص ده الصفار اهو، وسعه بس كده على جنب. وهجيب سلطانيه احط فيها البياض بتاع البيض، وهضيف عليه رشه ملح، وكمان هضيف عليه شويه فلفل اسمر. وبعد كده بقى هجيب المضرب وابدا اضرب بياض البيض لما يبقى عامل معايا زي الكريمه. يعني بصوا هتلاقيه في الاول بيعمل رغوه كده، ومع الوقت هتلاقيه بقى شكل الكريمه بالظبط. يبقى كده وصل للقوام اللي انا عايزاه اول ما ياخد شكل الكريمه معايا. كده خلاص شايفين. هاجي بقى البياض اللي انا ضربته بالمضرب ده هقسمه نصين، وهاجي على النص اللي موجود عندي في السلطانيه واحط عليه الوان طعام بتيجي من عند العطار. بس دايما لما تستخدمي حاجه زي كده ما تكتريش منها، بتبقى حاجه بسيطه قوي بحيث طعمها ما يبانش في الاكل، يفضل الاكل طعمه زي ما هو. وفي نفس الوقت كمان يعني بيبقى صحي لما تقللي من الحاجه. دلوقتي بس انا هغمق اللون شويه. هجيب بقى الطاسه واجيب معلقه سمنه صغيره واقوم دهنه بيها في نص الطاسه الاول. مهم قوي ان السمنه ما تبقاش سايحه، هتعرفوا دلوقتي ليه. انا عايزه السمنه متماسكه كده. هجيب بقى صفار البيض زي ما احنا شايفين كده، بس هحط عليه شويه فلفل اسمر وكمان شويه ملح الاول. زي ما انا قلت لكم انا مش هقلبه. واحده كانت اتفتحت معايا في الصفار فايه، بس انا برضو ايه يعني مرضتش اقلبها بحيث تبقى ايه ماسكه نفسها برضو. وهحط صفار البيض بالكوبايه بالشكل ده. انا حطيت بقى معلقه السمنه ناشفه جامده مش سايحه، يعني علشان انا عايزه السمنه تبقى تحت صفار البيض، يعني السمنه تبقى تحت صفار البيض علشان لما الصفار البيض يجي يستوي ما يديش ريحه زفاره.
بعد كده دهنت الطاسة حوالين الكوباية، وهبدأ انزل البياض اللي انا حطيت عليه لون لبني، وهعمل بيه نص دايرة حوالين الكوباية، وهاجي على الكمية الباقية من بياض البيض وهحط عليها نقطتين احمر، وهكمل بيها الدايرة، بحيث يبقى انا عندي دايرة حوالين الكوباية نصها لبني زي ما احنا شايفين كده، والنص التاني زي ما احنا شايفين لونه احمر فاتح قوي. هغطيه بحاجة بقى واسيبه يستوي كده. خلاص بعد ما استوى اهو، رفعت الكوباية، هشيله بقى واحطه في الطبق دلوقتي. شايفين الشكل؟ عايزه اقول لكم شكله ما شاء الله بيبقى حلو قوي. ولو انت عندك اطفال ما بيرضوش ياكلوا البيض، عايزه اقول لك الفكره دي هتعجبهم قوي قوي. طبعا هقطعه زي ما احنا شفناه كده، وهقطع الصفاره على كل قطعه. عايزه تعمليه بقى سندوتشات، عايزه تاكلونهم كده حاف هياكلوه، لان شكله فعلا حلو قوي. والاطفال دايما شكل الاكل بيشدهم اكتر من الاكل نفسه، وطبعا لو طعم وحش مش هياكلوه. عايزه اقول لكم ان مفيش ريحه زفاره تماما موجوده في البيض، ما شاء الله تحفه قوي. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات.